السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم متابعين الكرام. في هذا الفيديو سنتعرف على أخبار الأهلي السعودي، ولكن قبل ذلك ادعمونا بإعجاب للفيديو والاشتراك في القناة. تحدث وزير الرياضة الأمير عبد العزيز ابن تركي الفيصل عن مستجدات ملف إيقاف النادي الأهلي عن تسجيل اللاعبين الجدد بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. وقال وزير الرياضة في تصريحات له بعد اجتماع الدورة 46 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب: وزارة الرياضة حرصت على تقديم جميع الأندية المستندات لنقوم بدعمها سواسية. وكشفت المصادر في وقت سابق عن كواليس قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمعاقبة النادي الأهلي السعودي بالمنع من التسجيل لفترتين بسبب الفترة المحمية وتكرار المخالفات بقضايا متعددة. وقالت المصادر لسبورت 24 إن قرار المنع من التسجيل صحيح، ولكن إذا صدر قرار الفيفا بعد تعاقد مجلس إدارة الأهلي مع الصفقات الجديدة سيتم تسجيلهم لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل. وفي سياق آخر، كشفت مصادر عن خطوة جديدة من الجهاز الفني للنادي الأهلي السعودي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتسريع عودة اللاعب الفريق علي الأسمري. وبحسب المصادر، طلب المدير الفني للنادي الأهلي السعودي بيتسو موسيماني من الجهاز الطبي عمل برنامج إعدادي خاص لعلي الأسمري لاعب الفريق خلال فترة التوقف الدولي. وتستأنف مباراة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى السعودي يوم 3 أبريل بحول الله تعالى، حيث يحتل الأهلي المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن فريق الحزم المتصدر.